توفيت أمس بمدينة الدار البيضاء الفنانة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مع المرض. وتعتبر الراحلة إحدى القامات الشامخة في المسرح المغربي، حيث عاشت مرحلة النجاح الفني أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وساهمت في تأسيس فرق مثل مسرح الشعب ومسرح الفرجة ومسرح الفنانين المتحدين. وسنة 2007 عينت ثريا جبران وزيرة للثقافة، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة في عدد من المهرجانات الوطنية والدولية، من قبيل وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب. قبل قليل وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران، والتي غيبتها المنية اليوم الاثنين بعد معاناة طويلة مع المرض. وكانت الفنانة والمسرحية المغربية ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران قد تعرضت لمضاعفات صحية حرجة جراء مرض السرطان، ودخلت مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الدار البيضاء للعلاج، إلا أنها فارقت الحياة. وبرحيلها فقدت الساحة المسرحية والثقافية وجها بارزا. سنعود وإياكم إلى خبر رحيل أيقونة المسرح المغربي ضمن نشراتنا القادمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.